صباح الفل. الشهيد النقيب طارق جميل، شاب حلو قوي، 27 سنة، من محافظة أسيوط. كان خارج في مداهمة خاصة بالأمن المركزي. دخل بؤرة بتتعامل في تجارة المخدرات، وكان في الصفوف الأولى، مخافش ولا تراجع ولا تهاون، وتقدم وخد رصاصة. بقى شهيد، كل الناس بتكرمه. تم رفع اسمه أعلى أحد المدارس في محافظة أسيوط. الأب حاول كتير وفي الآخر نجح إن هو يرفع اسمه عالي. كل اللي يعدي من المدرسة هيعرف إن كان في بطل موجود. تخيل الأب اللي قدم ابنه الوحيد ضحية وقدمه للوطن. تخيل الأم اللي كبرت وطلعت شاب زي الفل وزي القمر يحمي بلده. تخيل الإخوات البنات اللي هو كان ليهم السند والظهر والأمان. تخيل الزوجة الحبيبة اللي بتحبه واللي كلماتها توجع القلب كل ما تنزل صورة خاصة بيه على الفيسبوك. تخيل الطفل الجميل اللي هيكمل مسيرة والده، وكل ما يعدي على المدرسة يعرف ان ابوه بطل الابطال، ما خافش وما استسلمش وما تراجعش. لما خرج الشهيد طارق ما كانش قايل لحد ان هو رايح مأمورية، ان في الجيش والشرطة اسرار محدش يقدر يعرفها حتى اقرب الناس ليه. لينا شهيد جميل قوي في السماء، اسمه منور في مدارس أسيوط. تحية ليك الشهيد الجميل سيادة النقيب طارق جميل.